السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لك كلام مهم بس ممكن يزعلك شوية، بس لو فهمته هيغير مستواك تمام. خليني أسألك سؤال: انت فعلا بتتمرن عشان تتطور ولا بتتمرن عشان تهرب؟ هو في ناس ممكن تتمرن عشان تهرب، في ناس بتستعمل التمرين عشان تهرب. طب تهرب من ايه؟ تهرب من التقييم، تهرب من المواجهة، تهرب ان هو ماسك نقطة معينة وفعلا بيستعمل التمرين عشان يتلافاها. فتلاقيه كل يوم بيروح التمرين ملتزم وبيتعب وبيبذل مجهود كأنه بالظبط بيتمرن صح، بس في الحقيقة هو بيزوغ من الشغل الفعلي، مش بيقيس تقدمه، ما بيحطش أهداف، ما بيشتغلش على العيوب اللي فعلا بتأذيه. هو مرتاح في الدايرة دي، تمرين بلا مسؤولية، وده أخطر نوع من أنواع التمارين، لأنه بيخدعك، بيحسسك إنك بتتقدم بس أنت واقف في مكانك. أنا عايزك تسأل نفسك بصدق وبأمانة: هو أنا ليا هدف حقيقي من التمرين ده؟ أنا بشتغل على نقطة ضعف حقيقية؟ هو في حد واقف ورايا وبيوجهني؟ في خطة محطوطالي أنا بشتغل عليها؟ لو الإجابة لأ، يبقى أنت غالبا بتتمرن عشان تهرب مش عشان تتطور. وده مش غلط، بس لازم تعترف بيه ولازم تصلحها. شاركني في الكومنتات ايه اكتر حاجة انت بتزوغ منها. لو شايف ان الفيديو ده نور لك ولو لمبة صغيرة في حياتك اثناء تمرينك، شاركه مع زمايلك، ممكن يكون حد محتاجه او محتاج ان اللمبة دي تنور عنده. واشوفكم على خير فيديو جاي. احمد شعبان.